يوم 23 فبراير سنة 80 كان في بنت ساكنة في سكن الطالبات في الجامعة. صحيت من النوم وهي صدرها تعبها وبتكح جامد، فقامت مطلعة بخاخة الراب من الدرج واستخدمتها، بس صدرها كان لسه مقفول شوية ففتحت الشباك تشم هوا نضيف. وهي واقفة في الشباك سمعت صوت طلقتين نار اتضربوا ورا بعض بسرعة، والصوت كان جاي من بعيد. ما خدتش ببالها وقالت يمكن صوت فرقعة عربية ولا حاجة. ما كانتش تعرف إن الصوت اللي سمعته ده هيكون أهم دليل هتعتمد عليه الشرطة في تحقيق هيستمر أكتر من 30 سنة. البنت دي اسمها كاثرين، بس احنا هنسميها كاسي، وده أصلا اسمها وسط أصحابها. كاسي كانت بنت ناجحة وليها أصحاب كتير بيحبوها. كاسي كان عندها 18 سنة وفي سنة أولى جامعة، وكانت موهوبة في كذا اتجاه. كانت طالبة متفوقة، يعني طلعت التانية على دفعتها في ثانوي، ورياضية وبتعزف بيانو. ورغم تميزها ده ما كانتش بتتعامل مع الناس بغرور، ولا كانت بتتعامل مع حد بتعالي، وكانت بتحب تساعد زمايلها خصوصا اللي واخدين جنب وملهمش أصحاب. كاسي كانت بتتطوع في أعمال خير كتير جدا، وكانت حقيقية وقلبها نضيف، فالناس كانت بترتاح لها من أول ثانية. وكانت بتدرس العلاج الطبيعي في الجامعة وعايشة في سكن الطالبات. ودخل معاها نفس الجامعة صاحبتها الأنتيم من ثانوي جيمي وتش، وكمان حبيبها توم. يوم 21 فبراير سنة 80 كان يوم خميس عادي جدا. كان عند كاسي محاضرات في الجامعة الصبح، خلصتها ورجعت السكن، سابت شوية كتب، وعلى الساعة 10:30 الصبح قالت لزميلتها اللي معاها في الأوضة إنها تخرج تقابل صاحبتها جيمي. كانت كاسي متفقة مع تيش وجيمي إنها هتقابلهم الصبح عند عربية جيمي في الباركينج، والتلاتة كانوا هيروحوا المدينة مع بعض يعملوا شوبينج. لكن اللي وصل في الميعاد جيمي وتيش بس، واستنوا كاسي شوية، ولما اتأخرت قالوا غالبا مش جاية، يمكن راحت تتغدى مع توم ونسيت ميعادها معاهم. لما جيمي وتيش خلصوا الشوبينج ورجعوا السكن بعد العصر ما كانش فيه أي أثر لكاسي، ولما سألوا زمايلهم قالوا ما شافوهاش طول اليوم. والأغرب إن توم كمان قال إنه ما قابلهاش النهاردة خالص. وقتها قرروا يتصلوا بعيلة كاسي يسألوهم عنها، بس عيلتها قالوا إنها اتصلت بأخوها الصبح قبل المحاضرات، ومن ساعتها ما اتصلتش تاني. على بالليل أصحابها وعيلتها قلقوا وقالوا ده مش طبيعي، فاتصلوا بالشرطة، بس ده كان في الثمانينات، فتقال لهم ساعتها مش هنقدر نبدأ نفتح تحقيق إلا بعد مرور 24 ساعة على اختفائها. الوقت عدى بصعوبة على أهل كاسي وأصحابها، وكله كان عنده أمل إنها تظهر، بس لما طلع نهار الجمعة اللي هو تاني يوم ومفيش أي جديد، ساعتها الشرطة بدأت التحقيق والبحث فعلا، وخبر اختفاء كاسي انتشر في كل مكان. بس يوم الجمعة ده عدى في تحقيقات وبحث من غير أي نتيجة، فأصحاب كاسي وزمايلها قرروا يوم السبت انضموا هم كمان للبحث عن كاسي جوه الحرم الجامعي وحواليه. زمايلها ما كانوش يعرفوا إن هم اللي هيحلوا لغز اختفاء كاسي، مش الشرطة أصلا. يوم السبت 23 فبراير الساعة 10:30 الصبح، يعني بعد 48 ساعة بالثانية من اختفاء كاسي، مجموعة من زمايلها اكتشفوا جثتها في منطقة فيها أشجار مش بعيدة عن السكن الجامعي اللي كانت ساكنة فيه. المحققين وصلوا فورا للمكان، وأول حاجة خدوا بالهم منها إن هدوم كاسي كانت نظيفة ومترتبة، ومكياجها متظبط كأنها لسه حطاه، وما كانش فيه أي علامات لمقاومة ولا خدوش على جسمها، ولا أي أثر لصراع حصل في المكان حواليها. المنظر كان غريب، قالوا إن شكلها كأنها كانت نايمة، ما كانش شكلها ميتة أصلا. التشريح بين إنها اتضربت بالنار مرتين، مرة من مسافة بعيدة في راسها من ورا، ومرة من قريب قوي في وشها، وإن السلاح اللي استخدم في الجريمة كان مسدس عيار 22. والتقرير الطبي أكد إنها ما تعرضتش لأي اعتداء جسدي، وحددوا ميعاد موتها إنه قبل ما يلاقوها من 8 ل 24 ساعة بس. وحوار إنها ماتت من أقل من 24 ساعة ده خلى المحققين يقولوا الله، كده كاسي فضلت عايشة على الأقل 24 ساعة بعد ما اختفت. طب إزاي؟ طبعا ده خلاهم يفترضوا إنها اتخطفت واتحبست في مكان ما قبل ما تتقتل. بس لو ده فعلا حصل، إزاي مفيش على جسمها أو هدومها أي علامات مقاومة أو كدمات لأي هجوم حصل عليها؟ ممكن تكون راحت مع اللي قتلها بإرادتها مثلا. طب لو عملت كده يجي السؤال التاني والأهم، ليه؟ كان في أسئلة كتير جدا من غير إجابات. بس بعدها طالبة ساكنة في السكن الجامعي بلغت الشرطة، قالت لهم إنها على الساعة 2:30 الفجر في نفس اليوم اللي لقوا فيه جثة كاسي، اللي هو يوم السبت 23 فبراير،
سمعت صوت فرقعتين ورا بعض بسرعة جايين من بره وهي واقفة في الشباك، وإنها متأكدة من الوقت لأنها جالها نوبة رب وكحة صحتها من النوم في التوقيت ده. وشهادة البنت دي اتأكدت من 2 حراس من أمن الجامعة، قالوا إنهم سمعوا نفس الفرقعتين في نفس التوقيت وهم في النبطشية، وكان التوقيت ده متطابق مع تقرير الطبيب الشرعي اللي قال إن كاسي ماتت فيه. فالشرطة اقتنعت إن الفرقعتين دول صوت الرصاصتين اللي اتضربت بيهم كاسي. وقتها بقى ظهر أهم سؤال، طب مين اللي قتل كاسي وليه؟ طبعا خبر موت كاسي انتشر والكل اترعب، خصوصا إن دي كانت أول جريمة قتل بالرصاص تحصل جوه الجامعة. المحققين كانوا بيتعذبوا عشان يلاقوا دافع أو مشتبه فيه واحد حقيقي في القضية دي. الكل أجمع إن كاسي ملهاش أعداء، وكل اللي يعرفوها كانوا بيحبوها. ولما حققوا مع حبيبها توم وصاحبتها الأنتيم جيمي وتيش، برأوهم ال3 بالأدلة وحجج الغياب. بس بعد شوية بدأت تظهر خيوط صغيرة كده ماشي وراها. أول خيط لما الشرطة بدأت تنكش في سجلات الجرائم القديمة اللي شبه دي في المنطقة، واكتشفوا إن قبلها بشهور كان في راجل حاول يخطف بنت ويعتدي عليها، واتضح إن الراجل ده كان شغال زمان عامل صيانة في نفس الجامعة، يعني يعرف الأماكن والممرات كويس جدا. وتاني خيط راجل اتصل بالشرطة يبلغ عن ابنه، قال لهم انه شاكك في ابنه عشان في اليوم اللي اختفت فيه كاسي خد عربيته وخرج ومرجعش الا الفجر تاني يوم. ولما راح ابوه يبص في عربيته لقى سلاح عيار 22، فاتصل سلم ابنه والسلاح للشرطة. انا بضحك عشان ابنه طلع بريء على فكرة، والراجل ده مريب قوي. الخيط التالت وهم بيفتشوا في الجامعة لقوا مسدس تاني برضه عيار 22 في بركة صغيرة جوه الجامعة. الخيوط دي كلها للأسف وصلتهم لنهايات مسدودة. العامل القديم كان عنده حجة غياب قوية وقت وقوع الجريمة، والفحص بين إن ولا مسدس من الاتنين اللي لقوهم هو اللي استخدم في قتل كاسي. طبعا ظهر مشتبهين تانيين بعد كده، بس بمرور الوقت الخيوط دي كمان اختفت لحد ما التحقيق نفسه بدأ يبرد ويموت واحدة واحدة، والقضية ما اتحلتش. اتقال بعد كده إن الشرطة نفسها كانت سبب أساسي إن القضية دي ما اتحلتش، وبكل أمانة ده نفس رأيي. الشرطة والطب الشرعي الاتنين عملوا عك كتير قوي وما كانش عندهم خبرة، وفضلوا يلفوا حوالين نفسهم، فالقضية راحت لطريق اسود ومهبب ومسدود. ومن الحاجات اللي أثرت على سير التحقيقات إن مفيش ولا ضابط من المحققين دول كان دخل جامعة في حياته، فما كانوش فاهمين حياة الجامعة هناك شكلها إيه، وده خلاهم ينشغلوا بحوارات بقى ملهاش علاقة بالقضية، زي السجاير الملفوفة اللي بيشربها الطلبة مثلا، وده خلى الطلبة مش عايزين يتكلموا أصلا مع المحققين. وطبعا كان في أكتر من شاهد محتمل شاف كاسي مثلا يوم ما اختفت، أو يعرف معلومة ممكن تفيد في سير التحقيقات. كل دول ما تكلموش مع المحققين ورفضوا يتقابلوا معاهم من غير المحاميين بتوعهم، كلهم كانوا خايفين إن المحققين يقبضوا عليهم. بعدها الأسابيع بقت شهور وسنين، وفضل الحال كده 3 سنين لحد فبراير سنة 83 لما وصل للشرطة إن في شخص لقوه منتحر وميت بقاله كذا يوم في بيته. ولما راحوا يحققوا في الموضوع اكتشفوا إنهم يعرفوه قبل كده. الراجل ده اسمه مايكل، ومايكل كان واحد من الاتنين الأمن اللي قالوا إنهم سمعوا صوت الرصاص لما كانوا في نبطشيتهم يوم ما لقوا كاسي. بس أنا أقطع دراعي إنهم لا كانوا فاكرينه ولا فاكرين اسمه، وهتعرفوا بقول كده ليه دلوقتي. لما جالهم بلاغ بانتحار مايكل كان لازم الشرطة تتحرك وتفتح تحقيق وتفتش بيته، فلما راحوا يفتشوا بيته لقوه معلق على الحيطة جوه بيته كل حاجة اتنشرت عن جريمة كاسي. والأهم والأغرب إنه بطريقة ما قدر يجيب تقرير تشريح كاسي الحقيقي، وكان ضمن الحاجات اللي معلقة على الحيطة. فاكتشفوا إن الراجل ده كان مهووس بقضية كاسي، وإنه انتحر بعد 3 سنين باليوم والدقيقة بعد موتها. وكان في أوراق كتير جدا كاتبها بخط إيده عن قضية كاسي، وحكايات عن حياتها جوه الجامعة، وقصايد كاتبها عنها. واللي حققوا في انتحاره كانوا نفس المحققين، فصدروا طبعا نفس الغباء وقالوا بس هو مايكل اللي قتلها، أصل التوقيت اللي انتحر فيه ما ينفعش يكون صدفة. قالك ده فضل 3 سنين ضميره معذبه لحد ما قدرش بقى وانتحر عشان يخلص من ذنبه، بالذات لما اكتشفوا انه عامل قفص حديد شبه عشة الفراخ كده في الدور التاني من بيته، والقفص ده كان عليه قفل وجواه مرتبة وملايات. فالمحققين بدأوا ينكشوا في حياة مايكل عشان يثبتوا انه هو القاتل ويقفلوا قضية كاسي.
فلما رجعوا للسجلات الحقائق ما كانتش ماشية لصالحهم، لأن يوم ارتكاب الجريمة مايكل كان مع فرد أمن تاني طول نبطشيته ولحد تاني يوم، وحتى لما بصوا على توقيت اختفاء كاسي قبلها بيومين برضو كان مايكل في نبطشيته شغال ومتحركش من مكانه. كل حاجة بدأت تتفسر، لأن مايكل طول عمره نفسه يبقى ضابط شرطة، بس كان بيسقط في الاختبارات النفسية، وهوسه بقضية كاسي كان محاولة بائسة يعاني منه إنه يحلها بنفسه، يمكن بعدها يقبلوا يعينوه ضابط. ده حتى القفص اللي لقوه طلع إن جده يعني كان عنده الزهايمر، وعشان ما يخرجش من البيت ويتوه بالليل كان مايكل بيقفل عليه جوه البيت في القفص ده. الكوميدي بقى بالنسبة لي إن مايكل كان عامل هايلايت وملحوظات بخط إيده على أوراق قضية كاسي، وشاتم المحققين في ملحوظاته بكلمات زي